فيلمنا بيبدأ مع ريك طالب في المدرسة الثانوية، واللي بيبقى شخصية نكرة وما فيش حد يعرفه في المدرسة كلها، وما بيكونش عنده غير صاحب واحد واللي بيكون اسمه تري. وبيبقى ريك معجب ببنت معاه في المدرسة وبتبقى جارته في نفس الوقت، وبيكون اسمها جيل، بس بتكون ما تعرفوش اصلا ومش شايفاه. وبتعمل المدرسة رحلة لشركة أدوية عالمية، وبتبقى جيل قاعدة جنب صاحبها واللي بيكون اسمه لانس، وبيفضل ريك يبص لها طول الطريق بس ما بتكونش جيل واخدة بالها. وبيتضايق منه تري صديقه اللي بيقول انه لازم ينساها لانها مختلفة عنهم تماما، وبيشرح له ان المدرسة كلها متقسمة لمجموعات، وجيل من مجموعة المشهورين لكن هم ما حدش يعرفهم اساسا. فبيقول له ريك ان ده مش حقيقي وان مفيش مجموعات ولا حاجة. فبيشاور له تري على كل مجموعة في المدرسة واللي بيكونوا قاعدين دايما جنب بعض ولابسين زي بعض، زي مثلا مجموعة محبي موسيقى الروك ومحبي رعاة البقر ومجموعة الرياضيين. وبيكمل تري ان هما الاتنين مجموعة مع بعض، وبيفرح ريك وبيقول لتري انه احسن صديق في العالم. وبيوصل الطلاب للشركة وبيقابلوا البروفيسور المسؤول واللي بيوريهم كل انواع الحيوانات المعدلة وراثيا. وبيشوف ريك جيل وهي بتتفرج على طائر شكله حلو، وبيعمل ريك نفسه عايز يصور الطائر عشان يتكلم مع جيل اللي بترد عليه عادي، بس هو بيكون متوتر جدا. وفي نفس اللحظة اللي بيصور فيها ريك الطائر بيسمع البروفيسور وهو بيقول ان ممنوع التصوير، بس ريك ما بيلحقش يصور الطائر اللي فجأة بيولع وبيقع في الارض. وبتلف جيل عشان تبص على الطائر بتلاقيه اختفى، فبيقول لها ريك انه طار. وبيحاول ريك يطفي الطائر برجله قبل ما حد ياخد باله، لكن بيرميه غصب عنه على لانس صاحب جيل، وبيتعصب لانس وبيبقى عايز يضرب ريك، بس جيل بتحاول تمنعه. وقبل ما يضربه بيجي دكتور لو واللي بيطلع عم لانس، فبيبعد لانس عليك وبيمشي. وبيبقى دكتور لو هو رئيس التنفيذي للشركه، وبيشوف ريك دكتور لو هو بيكح دم وبيساله لو هو كويس، فبيقول له الدكتور انها كحه صحيه عادي. وبيعرف له ان ريك يبقى ابن بلاين وجوليا، وبيقولوا ان باباه ومامته طيبين جدا، وبيسالوا عن اخبارهم، فبيقول له انهم ماتوا اصلا من 9 سنين. بس بيبقى له مش مستغرب وبيساله هو عايش مع مين، وبيكون ريك عايش مع عمه وعمته. فبيقول له انه مبسوط انه اتعرف عليه وبيتمنى انهم ما يموتوش موته عنيفه زي باباه ومامته، وبيمشي وبيسيبه. وبيجي لانس يضرب ريك بعد ما عمه مشي، فبيقع ريك في فضلات الحيوانات وبيكون قرفان جدا. وبيبص جنبه بيلاقي ازايز فيها تركيبات كيميائيه، وبيختار تركيبه معينه شبه الميه وبيحطها على مكان الفضلات على قميصه. بس بيتفاجئ لما بيسمع البروفيسور وهو بيتكلم عن نفس التركيبه الكيميائيه اللي حطها انها مثير جنسي للحيوانات المعدله جينيا. وبيتخض ريك اللي بيلاقي ان الحيوانات كلها بتجري عليه، وبيكون شكله مضحك قدام المدرسه كلها. وبيتكلم البروفيسور مع الطلاب عن حشرات اليعسوب واللي بيكون عددهم 7، فبتقول له جيل ان قدامها 6 بس. فبيقول لها ما تقلقش من حشرات اليعسوب لو خرجت بره قفصها، وده لانها مش مؤذيه وهترجع تاني. وبتبقى الحشره بتتحرك مع باقي الحيوانات لريك بسبب الماده اللي على جسمه، وبتقرصه الحشره في رقبته، وبيقع ريك على الارض من كتر الحيوانات اللي عليه، وبيضحك باقي الطلاب عليه. وبيحس ريك بتعب وبيسيب الرحله وبيرجع للبيت. وبيكون عمه وعمته قلقانين عليه بعد ما المدرسه بلغتهم انه سابهم، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن ريك اللي بيمر بمرحله شباب ومش مستقر، بس بيكونوا عواجيز جدا ومش مركزين في اي حاجه. وبيرجع ريك البيت وهو سخن وبيرجع، وما بياخدش عمه وعمته بالهم ولا حتى بيسالوه هو كان فين. وبيفكروا عم انه زعلان من حاجه، وبيروح يديله كتاب بيتكلم عن مرحله البلوغ، وبيطلع كتاب للبنات اصلا. وبيبقى ريك تعبان جدا ومتألم بسبب قرصه الحشره اللي في رقبته، وبيغمى عليه. وبيفوق ريك بعد 5 ايام، وبيكون عمه وعمته مش مهتمين يودوه المستشفى اصلا، بس ريك بيبقى حالته اتحسنت. وبيفتح الكمبيوتر عشان يدور على حشره اليعسوب واضرارها، وبيبعت سؤاله للدكتور واللي بيقول انه سجل اسم ريك عنده وهيجي يدور عليه بنفسه. وبيستغرب ريك بس ما بيبقاش مركز، وبيبص على صوره باباه وهو حزين. وبتبقى جيل ساكنه جنبه وبيشوفها في الشباك وبيفضل يتفرج عليها. وبيروح المدرسه، وهناك بيبقى ريك واقف عند حوض المعمل وبيفكر في انه يصارح جيل بحبه، بس فجاه بيلاقي ان ايده لزقت في الحوض ومش راضيه تطلع. فبيشد ايده لدرجه ان الحوض بيطلع في ايده، وبيضرب بيه لانس من غير قصد. وبيتعصب لانس اللي بيقرر يضربه، وبتقف المدرسه كلها تشجعه، بس بيقدر ريك من غير قصد يتفادى كل ضربات لانس. وبيبقى مفيش حد مصدق ان ريك يقدر يعمل كده ولا ريك نفسه. وبيعرف ريك ان حشره اليعسوب هي السبب، وده لانه بيلاقي شعر في ايده شبه اللي في حشره اليعسوب، وبيبقى جلده ناشف وبيلزق في اي حاجه بيمسكها، لدرجه انه بيلزق ايده في هدوم المدير وبيشيلها. وبيقع على المدرسه وبيشيل حته من البلوزه بتاعتها، وبيقع على خليه النحل اللي بتبقى في صندوق ازاز، والمدرسه كلها بتتقلب بسببه. وبيمشي ريك بسرعه وهو مخضوض ومش فاهم اللي بيحصل. وفي الطريق بيفكر ريك انه يطلع على السور عشان يجرب قدراته الغريبه. وبيطلع ريك وبيعرف انه فعلا عنده قوه خارقه، وبيسمع صوت عربيه قوي في الشارع، وبيلاقي السواق بيقول ان عربيته ما فيهاش فرامل، وبيبقى في ست عجوزه معديه. فبيجري ريك بسرعه عشان ينقذها، وبيبقى مش متحكم في قوته، فبيرمي الست العجوزه بعيد وبيوقف العربيه بنفسه. وبينبهر بيه الناس وبيكونوا مبسوطين انه انقذ الست العجوزه. وبيبص ريك على الست بعد ما افتكر انه رماها بعيد، فبيلاقي نفسه انه رماها جوه آلة تقطيع الاشجار، وبيتخيل اللي حصل لها وبيهرب بسرعه. وبيعرف انه نحس وغبي حتى وهو عنده قوه خارقه. وبيروح ريك البيت وبيلاقي صاحبه تري، واللي بيبقى منبهر باللي عمله في المدرسه. وبيبقى تري واقف مع عم ريك واللي بيكون معاه مسدس مسامير، وبيضرب العم مسمار على ريك بالغلط. فبيمسك ريك المسمار وبيتصدموا كلهم من رد فعله السريع. فبيقول لريك لعمه ان اي حد ممكن يعمل كده. فبيضرب عمه مسمار على تري واللي بيصوت من الالم، وبيقول له العم انه مش اي حد بيعمل كده، وانه لازم يعرف اللي حصل له. وبيعترف لهم ريك ان بعد ما الحشره قرصته هو اتغير وبقى عنده قوه خارقه.
وبيبقى عمه شخص مجنون او عجوز وبيخرف وبيجرب يضرب ريك بالسكينه لكنها بتتني، وبيعرف العم وتري ان ريك بقى عنده فعلا قوه خارقه، وبيتضايق ريك لانه بيبقى عايز يبقى عادي شبه كل الناس، بس عمه بيقول له ان ده مش باباه ومامته اللي عايزينه، وبيزعق ريك لعمه وبيقول له انه مش باباه وعمره ما هيفهمه او يحس بيه. وبيخرج ريك وبيفتكر باباه ومامته وهم خارجين من السينما، فجاه بيطلع عليهم حرامي معاه مسدس وبيكون عايز يسرقهم، بس لكن ريك بيتدخل وبيعمل نفسه بطل ومسك ايد الحرامي اللي اتوتر فضرب بالمسدس بشكل عشوائي ويموت باباه ومامته عشان ريك ذكي جدا. وقبل ما باباه يموت يسيب له الخاتم بتاعه بيقول له يعمل ايه بالفلوس اللي سايبها له. وفي الشركه بيكون الدكتور لو في اجتماع مع مجلس الاداره، واللي بتكون مش مبسوطه من اداء لو في السنوات الاخيره، فبيقول لهم لو انه بقاله سنه مريض بسبب التجارب والاشاعات اللي بيتعرض لها واللي بتكون دمرت اعضاء جسمه كلها، وبيقول لهم انه قدامه ساعه وهيموت، وبيعرض لهم مع البروفيسور المساعد بتاعه اخر آلة اخترعها واللي هتشفي المريض تماما مش بس هتسكن ألمه. وبيقرر يجرب الآلة على نفسه، وبيحذره البروفيسور لان الآلة ما خضعتش للتجربه، لكن لو بيكون مصمم عشان يثبت نفسه لمجلس الاداره، وبتبقى وظيفه الآلة انها تعدل جينات الجسم وبالتالي تشفي من كل الامراض. وبيبدا البروفيسور في الاجراءات وبيكون قلقان جدا، وبتخلص التجربه وبيقول البروفيسور انهم فشلوا، وبيتضايق مجلس الاداره وبيقول له يقدم استقالته، فبيتضايق له وبيمسك ايد عضو مجلس الاداره، بس بيلاقي نفسه عنده قوه خارقه لدرجه انه بيموت الشخص من مجرد ما بيمسك ايده، وبيتحول عضو مجلس الاداره فجاه من شاب لعجوز وبيقع على الارض وبيموت. وبيفرح له اللي بيقوم من مكانه وبيقدر يكسر اي حاجه حواليه وبيقتل كل اعضاء المجلس، وبيبقى البروفيسور مرعوب جدا. وفي بيت ريك بيكون واقف في الحديقه وبيفتكر باباه ومامته وهو حزين، وبيسمع صوت جيل وهي بتزعق مع مامتها اللي بتبقى بتعاملها وحش جدا وبتشتمها، وبتنزل جيل وهي بتعيط وبيحاول ريك يخفف عنها، وبتقول ان اهلها عايزينها تدخل الجامعه بس هي عايزه تشتغل راقصه، وبيقولها ريك انه مؤمن بيها وانها اكيد هتنجح. وبتفرح جيل جدا وبتحس انه شخص طيب، وبتقول انها مش متاكده ان لانس هو الشخص المناسب ليها، وانها بتتمنى يجي اليوم اللي ياخدها بنفسه في عربيته. وبيبص ريك على العجله بتاعته واللي بتكون قديمه جدا وبيتضايق، وبيجي لانس ياخد جيل بالعربيه وبيخرجوا. وفي شركه دكتور لو بيكون مبسوط جدا انه قدر يتعالج وبقى عنده قوه خارقه، وبتتكلم مع السكرتيره عن جدول اعماله، وفجاه بيتخانق جدا وبيكون هيموت، وبتمسكه السكرتيره وبتحاول تساعده فبيمسك ايدها، وفجاه بتتحول من شابه صغيره لعجوزه وروحها بتطلع وبتموت. وبيبقى له سحب روحها جواه وبيفهم انه عشان يعيش لازم يقتل كل يوم واحد ويسحب روحه. وبيقول له البروفيسور المساعد بتاعه انه عشان يوصل للخلود لازم يدور على ماده السيرليوم واللي هيسيطر بيها على ارواح المدينه كلها ويسحبهم ويدخل الارواح كلها جواه. وبتكون السيرليوم ماده خطيره جدا ومش موجوده عند اي حد، وبيفتكر له مختبر العالم ستيفن هوكينج واللي بيكون قريب منه، وبيقرر يسرق ماده السيرليوم من عنده. وفي بيت ريك بيبقى بيدور على عربيه يشتريها عشان يبهر بيها جيل، وفجاه بيظهر له شخص بيتكلم معاه فيديو وبيقول له انه عارف ان عنده قوه خارقه ومش قادر يتحكم فيها، وبيفضل ينصحه نصايح غريبه وبيقول له انه هيوصل له. وبيبقى ريك مش فاهم حاجه بس بيكمل بحث عن العربيه واللي بتكون غاليه جدا، وفجاه بيطلع له اعلان عن قرض للي ما عندهمش شغل، وبيروح ريك مع عمته للبنك وبيستناهم العم بره، وهناك بيرفض الموظف يدي ريك قرض لانه ما عندوش شغل، فبيقولوا ريك انهم عاملين اعلان عن قرض للناس اللي ما عندهمش شغل اساسا، فبيقولوا الموظف ان ده كان الشهر اللي فات، وبيفضل ريك يتحايل عليه، فبيقولوا الموظف ان دي مشكلته هو. وفجاه بيدخل حرامي للبنك وبيسرقه، وبيخرج ريك بسرعه مع جدته، وبيكون الحرامي مش عارف يفتح الباب، فبيفتح له ريك الباب، وبيجي الموظف يزعق له انه بيفتح الباب للحرامي اللي سرقهم، فبيقولوا ريك ان دي مش مشكلته. وفجاه بيسمعوا صوت ضرب نار وبيخاف ريك على عمه وبيجري بسرعه، وبيلاقي الناس كلها متجمعين فبيبص بسرعه وبيلاقيهم متجمعين حوالين قرد بيرقص، وبيرتاح ريك اللي بيبقى فاكر ان عمه حصل له حاجه، فبيقول له واحد من اللي واقفين ان في راجل عجوز واقع على الارض، وبيبقى الناس سايبين اللي اتضرب بالنار ومركزين مع القرد، وبيجري ريك بسرعه وبيلاقي عمه متصاب فبياخده بسرعه للمستشفى. وهناك بتيجي جيل عشان تواسي ريك اللي بيبقى حزين على عمه، وبيدخل عليه الدكتور اللي بيساله هو بيعمل ايه هناك، وبيبان اصلا ان الدكتور نفسه بيتعاطى حاجه، وبدل ما يدي حقنه المهدئ لعم ريك بيبقى عايز يديها لريك نفسه عشان يهدى، فبيغلط خالص وبيديها لنفسه وبيقع في الارض وبيبقى شكله عظيم. وبيروح ريك لبيته، وفي الطريق بيقابل شخص قاعد على كرسي متحرك، وبيبقى نفس الشخص اللي ظهر له في الفيديوهات وبيخليه يروح معاه، وبيبقى الراجل ده عنده قدرات خارقه وبيدور على كل الناس اللي عندهم نفس القدره، وبيحكي له عن الطلاب اللي عنده واللي بيبقوا بيقدروا يخفوا نفسهم او جسمهم مطاطي او يقدروا يخترقوا الجدران بجسمهم، وبيقول له انه لازم يعرف سر قوته تكمن في ايه، وانه لازم يتعلم الطيران ويستكشف باقي القوه بتاعته. وبيقولوا ان في مجموعه من الناس اتولدت بقوه خارقه وناس تانية اكتسبتها في حياتها، عشان كده هو لازم يعرف هو بيقدر يعمل ايه. وبيقابل ريك مرات الراجل القعيد واللي بتبقى شخصيه عصبيه جدا وبتشك دايما ان جوزها بيخونها مع المراه الخفيه، وبيفضلوا يزعقوا مع بعض. وبيبقى ريك بيفكر في سر قوته وبيقول لهم ازاي يعرف السر، فبيقولوا له انه الاول لازم يعمل زي خاص بيه، وبيرجع ريك البيت وبيفكر في تصميم للزي الخاص بيه واللي بيبقى لونه اخضر ومرسوم عليه حشره اليعسوب، وبيطلع على برج في المدينه اللي هو عايش فيها وبيحاول يتعلم الطيران، لكن فجاه بيظهر بطل خارق وبيكون اسمه ستورم وعنده قدره على الاشتعال، وبيقول لريك انه قاعد في مكانه فبيقعدوا جنب بعض، وبيقول ريك لستورم انه يوري له قدراته، فبيطلع ستورم نار من جسمه بس ما بيعرفش يطفيها، وبيحاول ريك يساعده بس بيرش عليه ميه
الميه فبيولع ستورم اكتر، وبيكتشف انه رش عليه اصلا ماده قابله للاشتعال وبيقع ستورم من فوق المبنى وهو مولع. وبيكون ريك بيساعد الناس وبيعمل اعمال بطوليه وبيتشهر في المدينه كلها، وبتكتب عنه الجرايد وبتسميه جرين فلاي، وبيبقى مبسوط جدا بنفسه. وبيسمع عنه دكتور لو وبيبقى عايز يعرف هويته وبيراقبه. وبيقرر ريك انه يدور على شغل عشان جيل تعجب بيه اكتر، وبيروح لجريده وبيبقى عامل صور ليه مع جرين فلاي اللي هو اصلا نفسه، وبيقول لهم انه صديقه، فبيرضوا يشغلوه عشان يوصلوا لجرين فلاي بسهوله. وفي الجريده بيسمع ريك بلاغ من الشرطه باقتحام شخص المعمل ستيفن هوكينج، وبيروح ريك بسرعه بالزي بتاعه وبيلاقي شخص اسمه اورجلاس واللي بيكون في الحقيقه دكتور لو، وبيبقى بيسرق ماده السيرليوم، وبيبقى الناس كلها بتتفرج واللي من ضمنهم جيل. فبيحاول ريك يستعرض قوته قدامها وبيضرب دكتور لو بيحاول يقبض عليه، لكن دكتور لو بيبقى اقوى منه وبيقدر يهرب منه من الشرطه. وبتتكلم الشرطه في التلفزيون انها متضايقه من تدخل الابطال وان القبض على لو محتاج رجال شرطه بس مش اكتر. وبيتضايق ريك اللي بيروح البيت وبيلاقي عمته عازمه جيل واللي بتكون عازمه لانس، وبتتفاجئ جيل لما بتلاقي دكتور لو جاي مع لانس، وبيسال دكتور لو على ريك، وبتبقى العمه مفكراه في اوضته فبتطلع عشان تنادي عليه، بس بتلاقي دكتور لو مصمم ان هو اللي يطلع له بنفسه. وبيبقى دكتور لو شاكك في ريك بعد ما انتشرت صورته مع جرين فلاي واللي بتبقى فوتوشوب اصلا، وبيكون له لابس زي جرين فلاي، وبيسمع صوت دكتور لو وهو بينادي عليه فبيطلع بسرعه على السقف، وبيفضل دكتور لو يدور عليه وما بيلاقيهوش. وبينزل ريك بعد ما بيغير هدومه وبيساله لو عن الجرح اللي في ايده، واللي بيتاكد بعد ما بيشوفه ان ريك هو جرين فلاي نفسه، وده لانه نفس الجرح اللي هو بنفسه وسببه له. وبيبين دكتور لو ريك انه عارف هويته، بس ما بيكونش ريك واخد باله او عنده فكره ان دكتور لو هو نفسه اورجلاس. وبيمشي دكتور لو من البيت وبتنام العمه وبيقعد ريك مع جيل لوحدهم، واللي بتساله لو هو فعلا صديق جرين فلاي، وبيبقى ريك عايز يعترف لها بالحقيقه. وقبل ما يبوسها بيدخل اورجلاس وبيهجم على ريك وجيل وبيغم عليهم، وبيقتل لو عمه ريك. وبيزعل ريك جدا اللي بيحس انه سبب في اذى كل الناس اللي بتحبه، فبيقرر يبعد عن كل الناس اللي في حياته. وبيقول لجيل انه مش هيقدر يكون معاها، وبتزعل جيل اللي بتبقى ابتدت تعجب بيه وبتمشي. وبيكتئب ريك في البيت، وبيخرج عمه من المستشفى وبيحاول يقنعه انه لازم ينقذ العالم وانه مهم للبشريه. وبيتشجع ريك وهو بيقرر انه يدور عن اورجلاس، وبيسمع عن حفله لتكريم اهم العباقره والمؤثرين في العالم، واللي بيكون منهم نيلسون مانديلا وستيفن هوكينج ودكتور لو. وبيشك ريك ان اورجلاس ممكن يكون موجود في الحفله، وبيبقى ريك مش شاكك في دكتور لو لدرجه انه بيعترف له ان هو نفسه جرين فلاي وانه بيدور على اورجلاس. فبيستغل دكتور لو الموقف وبيخليه يضرب واحد من اللي في الحفله وبيقنعه انه اورجلاس، وبيلبس ريك الزي بتاعه وبيهجم على الشخص ده، واللي بيكون رجل دين هندي عجوز جدا ومش منطقي خالص انه يبقى اورجلاس. وبيستغل دكتور لو الموقف وبيقرر يستخدم ماده السيرليوم واللي هتسحب ارواح كل البشر اللي في المدينه، وده عشان دكتور لو يضمن انه يعيش للابد. بس جيل بتكتشف ان دكتور لو هو نفسه اورجلاس بعد ما بتشوف ماده السيرليوم في ايده، وبتجري عشان تدور على ريك وتقول الحقيقه. وبيلبس لو الزي بتاع اورجلاس وبيشوف ريك وبيهجم عليه، وبيضرب اورجلاس السقف اللي بيقع على ريك، وبيضرب عليه بشفرات حد عشان يقتله. بس في اخر لحظه بترمي جيل نفسها قدام ريك عشان تحميه، وبيحاول ريك ينقذها، وبيسيب اورجلاس ينفذ خطته بعد ما فقد الامل انه ينقذ المدينه. بس بيجي ستيفن هوكينج وبيقول له انه لازم ينقذ المدينه، وبيتشجع ريك وبيدور على لو اللي بيكون على سطح المبنى وبيشغل الجهاز اللي فيه ماده السيرليوم. واول ما لو بيشوف ريك وجيل بيرمي عليهم قنبله، لكن بيقدر ريك يمسكها وبيرميها عليه، وبيموت دكتور لو ومن شده الضربه بتوع جيل من على سطح المبنى، وبينط ريك وراها لكنه ما بيبقاش عارف يطير. وبتعرف جيل ان جرين فلاي هو نفسه ريك بعد ما بتشوف الخاتم بتاعه، وبتعترف له بحبها وبتقول له انها مستعده تموت معاه. لكن فجاه بيطلع لريك جناحات شبه جناحات الحشره وبيقدر يطير بيها، وبينقذ ريك حبيبته والمدينه كلها. وبيشكروا ستيفن هوكينج وكل اللي في الحفله، وبيتعرف في المدينه كلها ان جرين فلاي البطل انقذ المدينه بالكامل.